دايما انا اقول لك انت عادي ما تغنيش ما غنيش من تحت. من تحت، لان التنور عليك تنوره يعني. بص يقول لك ايه تنوره عليا تنوره عليا ايه ها ها ها. ايوه صح. فاهم قصدي؟ دي بلاش تعملها خالص يا بازوكا، وقعتك كتير. مولا وبازوكا ازيكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. اخبار الفريلانسنج ايه؟ والله العظيم الدنيا حلوه. حلوه شغالة؟ صح، مش هينفع نتعارض. لا. طب ايه اغرب مكان اشتغلتوا منه؟ اغرب مكان اشتغلنا، لا في كتير، انا ممكن اقول لك بالحلاق. انا عملت فيديو في ورشه قبل كده في لا. الحرفيين. والله لا والله العظيم. والله ده حاجه انت كنت عايزها هناك ولا بس؟ اعلان وانا اللي عامله بالحب، والراجل قال لي يلا يلا غور. ده كان اعلان للورشه. والله الراجل لقيته جميل فقلت اعمل كده وبتاع. بس هو كان ماسك موبايل اللي هو يعني ما فيهوش الالوان، فاهم؟ مش تاتش بقى لا. فمش فاهم ان انت فانا بتعمل يعني عايز اقول له ان انا بعمل قال لي لا غور يلا. وكان مغير لك ايه في العربيه استعدال جنط. انا مش فاهم يعني ايه. فانت عملت ستوري مثلا اللي هو النهارده عملت استعدال جنط، احلى مره اعمل فيها طب استعدال. هقول لك على حاجه، اغرب حاجه انا عملتها ايه؟ التكييفات. طب انا هبين ايه هقول ايه ان انت تعمل هو يعني الناس بتصلح ماتريال اللي هو ايه ده اللي انا عايز اقول لك اكتر حاجه جابت والله مش عارف ازاي. لا والله انت عارف ان انت بتجاوب فعلا بره السؤال كل ده بقى. اشتغلت منه مش عملت واجب مع الراجل بتاع اصلا السؤال مش ليا، السؤال ليك. انا هقعد ساكت. لا هي الاسئله جماعيه. لا، يا جماعة. بس لا أنت لا لازم لا, تجاوب. لا والله العظيم ما على جاوب. المستوى الشخصي طب خلاص انا مش هجاوب يا جماعه، انا معتذر. وانا مش هتكلم. انا مش هتكلم. مولا وبازوكا ازيكم؟ بس احنا هنتفق. اكتر طلب غريب اتطلب منك من كلاينت؟ انا قبل كده صحيت من النوم على 4 ميست كولز، فرديت لقيتها ست اللي هي طنط يعني، فانا حسيتها حد قريبتنا من كتر العشم. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ فانا بدات اسال صله رحم، انا مستحيل ده يبقى شغل، خلاص مستحيل. وبعد كده فجاه قالت لي بنتي خطوبتها كمان شهر، عايزينك تعمل ستاند اب كوميدي في الخطوبه. قلت لها يا فندم ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ عاوز تتخيل بقى بدل الزفه الدمياطي انا واقف فاقول لها يا فندم والله العظيم ما هعرف، اصل ده ازاي، ده سيت اب مختلف وكده. تقول لي هزعل منك، وانا خايف وراضيها، وانا عايز اقول لك اراضيها. الفكره ان هم في الاخر زعلت مني وبعتت لي تهزيق كاني ضايقت امي وانا بتاسف لها تاسف لا تتخيلوه. اتعزمت على الخطوبه بس ما روحتش بقى، اتكسفت، خفت يلبسوني في الموضوع. بس كان شيء غريب جدا. قبل كده في رمضان حد كلمني برضو متعهد حفلات، قال لي عايزينك في خيمه، النمره بكام؟ ده بقى بدأ بتاع الكمانجه بقى اللي هو ده انا كان فويس اوفر يعني. فهم طلبوا ان يعني الصوت يبقى يعني في حته كده لازم تتقال بتون معين. فكان بيوصف لي يعني الصوت ده هيطلع لما بقول لك ايه. هتدخل على السؤال اللي بعده. طيب ايه اغرب بروجكت اشتغلت عليه؟ لما عملت عمليه بتاعه التخسيس، تمام، كل دكاتره التخسيس بقوا يكلموني يقولوا لي هنديك فلوس واطلع قول ان احنا اللي عملنا لك العمليه. بس عايز اقول لك حاجه برضه في الحاجات الغريبه اللي عملتها. في بدايه دخولي مجال الستاند اب كوميدي كان جالي حفله تبع بنك منافس يعني، مش هجيب سيرته خالص، أكيد ما وحش. بحبوش اصلا، ما بحبوش ده اصلا. ده اكيد بنك تعبان. مفيش بنوك وانا تانية اصلا. هو ده بس. ايوه بالظبط. ده كان زمان قبل ما بقيه المنافسين يجي بنك يطحنهم. ورحت قالوا لي ده هتعمل حفله ستاند اب كوميدي للناس في البنك وبتاع، وانا كنت لسه مبتدئ في الستاند اب كوميدي، فما سالتش مين هم الناس دول. فلما رحت اليوم لقيت روف، تمام، وعلى الروف ناس، انا كل قصصي عن حاجات حصلت لي في الجامعه الجديده وكده، بس ناس كان تقريبا اللي هم الناس اللي طلعوا على المعاش من البنك ومعاش المعاش. ريونيون فلقيت بقى. ريونيون ناس بجد اصغر حد في السبعيناوي. فانا طالع بقى بقول لهم قصصي اللي هي انا في الساحل حصل لي بتاع. هو ما عرفوش الساحل ده يا الساحل. ابني؟ بالظبط. قعدت نص ساعه في صمت تام وانا ماشي. قال لي انت اسمك ايه؟ واحد قال لي انت اسمك انت تابع مين؟ كانت غريبه جدا بصراحه. انا معلش بس عايز اقول حاجه. كنت مره برضه في انا بقى كنت بعلق على ماتشات كوره ودورات وحاجات كده. ففي واحد يعني شال لي الفيشه بتاعت الساوند كل حاجه. طب ليه؟ ده شالوا قصد رزاله يعني، مش عشان يشحن مثلا حاجه. انا وانا ما اعرفش، انا مش سامع، انا مكمل وبتاع ولقيت الناس خدت بريك والماتش وانا وقاعد بحلل بعدها ما علينا يعني. قصه مأساويه كانت وحشه، مش عايز افتكرها.
طب هدي اطلب نفسك من يا كل صاحبي. واحد طلب كده سريع خفيف جاهزين. سهل قوي. بازوكا عايزك تعلق لي بصوتين معلقين مشهورين على حياة الفريلانسر. يا نهار ابيض. طب استنى اروح لمولا انا علشان عارف الطلب، دي انا عارف الطلب على طول. انا هفكر اقول ايه يعني. انا عندي ماشي، المعلقين خد بس. وقتك. وهقول لك برضو وتفكر. ماشي. عايزين دكتورة جلالة القدر تشتكي ان ابنها عايز يطلع فريلانسر وهيبوظ. مش ابنها بقى، الطلبه بتوعها، حد من اه. الطلبه بتوعها. ده بقى ترند في الطلبة وبتاع، عايزين نحل بقى القصة دي. السلام عليكم، دكتور ورئيس قسم جلالة القدر. انا تعبت يا دكتور، انا هوند من السكشن ده. يعني انا واقفه على رجلي طول السنه، بدرس في بكتيريا وبدرس في هيموفيليا وبدرس في جنجرين، وفي الاخر العيال تتخرج تعمل كارير شيفت من الطب ويقولوا لي احنا بنفريلانس. فريلانس ايه وخيبه على دماغنا؟ ها، امال الدوالي اللي طلعت لي في رجلي دي تاني يعني دي ايه؟ تو ماتش ديتيلز يا جماعه. دخلتينا في حته. حول ولا قوه الا بالله. انا عايز اتخيل مثلا لو كابتن مدحت شلبي ابنه طلع فريلانسر، مثلا يقول له يا مساء الانوار عليكم وعلينا. قطعا ابني قرر يتجه، وانا بقول قرر يتجه اوكي، للمجال التافه. طبعا الناس اليومين دول بيستسهلوا موبايل وتيك وتك، كلام غير مقبول على الاطلاق على الاطلاق. فطبعا انا اكتشفت ان ابني بيعمل فلوس اكتر مني، فقلت له شابوه يا نهار ابيض، حلوه 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 يا ابني، روعه الروعه. لا اقصد حاجه. طب يوسف سيف. يوسف سيف، بص انا هقول لك، انا هديك حته يوسف سيف، بس هي مالهاش علاقه بالفريلانسنج. هي حته انا حافظها ليه في الماتشات. هو كان بيتنبأ بالجول قبل ما يجي، وده بجد يعني دايما كده، من كتر ما زعم ماتشات كوره عنده الحس ان الجون هيجي. بقول لك عاد والله مباشرة في سانتياغو برنابو، ريال مدريد، برشلونة، فيكتور فالديز في حراسة المرمى، كارلوس بويول، وأمامه شرر بيكي وداني ألفيش. هو بيقول التشكيله، فلسه باقي نص الملعب والهجوم. مره واحده والله العظيم راح لك ايه، والله شكل الجول قادم. تمام تمام. فالهجمه فعلا مكمله، يا توري شكل الجول قادم. والكره راحت جت جول، يعني موجوده على اليوتيوب، الناس تدخل جول انحطت حط جول. يا سلام والله لعلق وصفق. شوف 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 شوف. بعدين قعد يمدح بقى في نفسه ان هو توقع جول. بس ده من الكلاسيكيات بتاع الكوره قوي. يوسف سيف ده عالمي. طبعا انت بتكلم ناس في الشارع، بتكلم ناس مع العيله مش فاهمين انت بتشتغل ايه اصلا، او ممكن دلوقتي يكونوا فاهمين بس زمان اكيد ما كانوش فاهمين في البدايات ايه فريلانسنج والكلام ده. فبتشرح لهم ازاي بطريقه بسيطه انت بتشتغل ايه. بس انا عشان بشتغل كذا حاجه، يعني كذا في كذا مجال، فكل حاجه بيواجهني فيها مشكله مختلفه. الستاند اب كوميدي دي كارثه. يعني انا مثلا لو رايح اعمل ستاند اب كوميدي في مكان، فوانا داخل المكان ده بعدي على افراد الامن اللي واقفين بره مثلا، فبيقولوا لي حضرتك تبع ايه؟ فبقول له انا جاي اعمل ستاند اب كوميدي، فيسكت كده يقول لي حضرتك الباند؟ اقول له اه. خش اللي هو حاسس ان جوهره الرقاصه محصلاني. عندي نمره جوه. لا انا مشكلتي مع الناس الكبيره اللي هم قرايبنا. انت مالكش وظيفه بس بتعمل فلوس، فانت حرامي. يعني هو انت بالنسبه له، هو انت كده كده حاجه مشبوهه. طيب كل حد بقى البارتنر في حياته طبعا حاجه مهمه، فازاي بقى هي بتتقبل لو موجوده او بعد كده تفتكر يعني ازاي تتقبل ان انت واحد ما عندكش مواعيد في الشغل، انت في وقت ممكن تشتغل في يوم عيد ميلادها مثلا. هو انا برضو الحظ دايما بيبقى معايا سيء جدا في الموضوع ده. يعني ممكن اقعد بجد شهر ما بشتغلش، يعني او شغلي كله من البيت، ويجي يومين 3 تصوير ورا بعض، يعني لما ربنا يكرمني يبقوا ال3 ايام دول فيهم كل الاحداث اللي ممكن اكون عايز اعملها في حياتي. يعني ممكن يبقى فرح انا نفسه، لان انا متاكد ان فرح هيجي لي فيه اهم شغل في حياتي دايما لازم. حتى النهارده عشان اجي لكم والله العظيم يعني نفس الحاجه، جالي حاجه تانية، يعني كنت جاي بكره اصلا. انا اكتر حاجه بحبها في الفريلانسنج ان انا دايما عندي حجه لاي حاجه لاي حد. يعني انا مخنوق، انا نازل الشغل. طب ايه شغل؟ الميتنج شغل. ان انا اقعد افكر لوحدي ده شغل. ان انا انزل اقعد في كافيه ده شغل. فانا دايما انا يعني خلاص انت بتقفلها مع اللي قدامك. يعني محدش ينفع يقول لك لا ايه ده شغل ايه دلوقتي. مفيش. يعني انا كان عندي فرح واحد صاحبي قريب، مش عايز اروح. قلت له انا عندي شغل. وهو مش هيعرف هو مين، لان انا عملتها في 5 صحابي.
طيب تفتكر لما تروح بقى تتقدم عشان تتجوز هتقول لحماك ايه بقى؟ والله اصل انا المره الوحيده اللي رحت له زي ما انا بشورت وبتاع، وهو كان في مكان اصلا تبع الجيش رحت فما كانش ينفع تتقدم. ادخل بشورت، اصلا فعملت له مشكله من اول ثانيه انه يكلم ناس يفتح لي البوابه وعشان كنت ادخل. رايح تتقدم يعني؟ وقلت له بص اول ما دخلت بشورت قلت له بص انا ده، فما لو لبست بنطلون مش هبقى انا. والله ما بهزر. اللي هو انا عايزه، فهو قال لها حتى كان الفيدباك ان هو جميل ومحترم وكل حاجه بس هو عبيط. يعني هو ده كان الكومنت بتاعه ان هو ده خلي بالك ده عبيط يعني عامه. ازاي كفريلانسر تضمن انك انت هيخش لك فلوس وانت مش ضامنها؟ يعني انت ما عندكش سالري اكيد. ربنا مفيش اي مفيش حاجه حاجه. انت تقدر تعملها تخليك تضمن ان الفلوس دي بدل ما تصرفها مره واحده انك انت هي دي اصعب، اعتقد ده اكتر عيب في بالظبط. لاي حد بيشتغل فريلانسر في اي مجال في الدنيا، هو ان هو بيبقى يعني الرزق اللي ربنا كاتبه، المكالمه الشغل هتجيلك، بريف هيجي، ممكن اصلا في كل 4 بريفات تيجوا ما يبقوش مناسبين فتقعد كتير، فلا هي دي عيب الفريلانسنج الوحيد. انت غير مشكله الفلوس في الموضوع ده انه انت ممكن مثلا يعني عملت شغل كتير فمعاك الفلوس تكفي، بس انت نفسك قعدت 6-7 شهور مش جالك شغل، معاك فلوس بس نفسيا هتتدمر. هو مرهق نفسيا بشكل مرهق نفسيا، اللي هو فكره ان انت بيبقى سايب نفسك للمجهول، اللي هو انت دايما مفكر كده تفكير، ما انا ممكن في اللحظه دي ما فيش، يعني ممكن لو ربنا عايز كده ما فيش بني ادم يكلمني على اي شغل، طب انت هتعمل ايه؟ فبتحاول تامن نفسك شويه بقى كده، بس التفكير في الموضوع مؤذي نفسيا، فلازم تسيب نفسك للفلو. طب جربتوا بقى الكريدت كارد؟ انا قفلت الكريدت كارد بصراحه لو اقول لك على حاجه، انا تجربتي مع الكريدت كارد بدات، انا تقريبا اخر واحد عمل كريدت كارد، وعملتها مؤخرا قوي ساعه عشان السفر بره مصر بيحتاج كريدت كارد دلوقتي مش الديبت كارد، فعملت الكريدت كارد وكده، بس الواحد بيبقى مديون مديون جامد قوي. بس هي حل للموضوع ده انك انت لو معكش طبعا فلوس طبعا دلوقتي بعد طبعا، كده لان انت طبعا تشتري حاجه وبعد كده لو جالك شغل هتسددها، لو ما جاش حاجه هتمسحوا الحلقه دي من على اي جي بانك تشوف الاي سكور. طيب نلعب اللعبه نلعب اللعبه ولو بازوق. وبعدين بقى يا جدعان ممكن نلعب. يلا بينا. يلا ابدا انت بقى. دي طبعا لعبه تقول اوامر بتاعت تقول يا ميم، من الواضح ان ايجي بانك متدخلين فيها. متدخلين ها. ده عاملين ايه برضه، لما يبقى بنك عايز يلعب يروح عامل لعبه، فاهم قصدي؟ مش هيشتري لعبه، لا هيشتري لعبه ليه؟ ماشي اهي هبقى في العين يعني ماشي. ايه اسخف فيدباك جالك من كلاينت؟ انا عندي مشكله ان انا التون بتاع صوتي عامه هادي وبحب الهدوء، فانا كنت بعمل حاجه يعني ما اعرفش ازاي ما فكرتش فيها ان هي مالهاش علاقه بده، يعني كان لازم نيرف عالي وبتاع فكان كل الكومنتس ان انت نايم، انت مش على مستوى فهي فعلا، بس انا ما اقدرش الومهم لان هي فعلا غلطه مني. اتفضل يا ولد على المصداقيه مع ايجي بانك. انت بتسحب ورقتين مفيش مصداقيه، هات يا ابني انا اللي صفر مصدق. استنى اغمض عيني تاني. اوكي طب والله السؤال ده حلو اخليه. والهون ماشي انت شفته طيب يا لا والله العظيم ما لحقتش. وانا هضربك فيه. اقعد بس اخدت الورقه خلاص. طب انا السؤال ده حلو انا ما والله. قريتوش الاتنين تقولوه بقى. انا ما قريتوش. ماشي حلو قوي. مين الشخص اللي بتحلم تشتغل معاه وليه؟ يا نهار ابيض، ده في كتير. سؤال جميل قوي. لا ما هو والله. شخص. ايوه مش شخص. انا كنت اقول لكم على قصه، انا كنت على طول بحلم اشتغل مع احمد حلمي بصراحه، على طول حلم، وجالي دور مع احمد حلمي وكان دور حلو جدا، ورحت صورت الدور وقضينا يوم جميل جدا. جالي تليفون من احمد حلمي قال لي الدور اتمنتج كله. يا قلت ساتر. له ما فضلش كلمه، قال لي ولا كلمه. بس هو كان حلم اتحقق، انا اشتغلت معاه. لو هحلم بقى بحد تاني اشتغل معاه ان دلوقتي. شاء الله اشتغل معاه تاني، بس انت بعت له فويس نوت وهو لا ما خلاص بقى، ما احنا مش هنتصاحب برضه. انا قلت اسال عليه بتاع. انا في واحد برضو مش لاقي ناس كتير قوي عارفاه، بس في مجال الرياضه طبعا هو عالمي، مستر اسامه الشيخ. ده كان ماسك قنوات ابو ظبي وبعدين جه هنا في مصر اون سبورت. فالراجل ده انا في حياتي ما شفتش يعني ده رئيس قناه. وانا بعمل برنامج على التي في وعلى الراديو كان بينزل معايا انا هنطلع مع بعض، كان بينزل يكتب فكره البرنامج. اسمه ايه؟ اسامه الشيخ. نداء.
لاستاذ كمان انا اسامه ما الشيخ. بكلمه يعني احنا بصراحة. نداء لاسامه لا، الشيخ ليا انا بقول نداء ليا. قال ليك انت هنسلم على بعض ولا لا عشان ما يلا بينا. ماشي لا ما ظبطتش انت صباحك فعلا فيه مشكله اسخف لازمه في تاريخ البرامج اللي احنا يعني أسحب خليه هو يعني أنا؟ يسحب يبقى هو 2-2 بعد كده انا واحد تاني يا عم قول ستوب. انت قول ستوب. طب استنى حرك ايدك كله بقى. طب لا ما انت بص هو مش يا عم باين انا مش شوية. هبص. ماشي انت قول ستوب. خلاص يا عم ستوب. ايه ده انا اللي اشوف برضو ما لحقتش اشوف. ايه ده هو ده السؤال تقريبا اللي انا اتسالته. احكي لنا موقف محرج حصل لك مع كلاينت. يا نهار ابيض. اكتر موقف محرج حصل لي هو مش مع كلاين بس، هو مع حياتي، في حياتي كلها، كل حياتي. ده اكتر موقف محرج. لا كان جاي لي فريلانسات كتابه اعلان لكلاينت من دوله عربيه، وكان اعلان المفروض يبقى كوميدي يعني المفروض، فكنت كاتبه وبعته لهم يقروه، وبعد كده وعجبهم جدا وعملنا زوم كول كلنا تمام، وانا مش مسجل ارقام حد منهم على الموبايل، كلهم ببعت لهم على الواتساب بس بالاسامي بتاعتهم، وكان في شخص مصري وسيط هو اللي موصلنا ببعض. فجه الكلاينت بيقول عمال يقترح افكار للسكريبت بتبوظه خالص، كان دمها تقيل جدا جدا. فدخلت على الواتساب عايز ابعت للوسيط اللي هو انا اعرفه شخصيا، بقول له الراجل ده دمه تقيل جدا مع بعض الالفاظ، رحت باعتها للراجل نفسه. الله. وكانت مكالمه فيديو وانا واقف على الروف، فلقيت الراجل بيقول لي محمد. اكتشفت بقى، دخلت على البتاع، رحت والله العظيم رحت عامل الموبايل، كاميرا الموبايل على القمر زي ماتشات الكوره كده، ورحت منسحب تماما حتى هذا اليوم من كتر الاحراج والله العظيم. وحشه قوي دي. بصراحه انا ممكن اجاوب على السؤال ده يلا بس كده هبقى خلاص خلصت الثلاثه بتوعي. انت ليه ولا- فين ولا- كده؟ ما احنا بنلعب يعني. لا المصداقيه انا ايجي بنك معودني على صح خلاص لو كده كنت برضو في دوله بره مصر واتفقت على فلوس احنا بوظنا سمعتنا بره، انتوا الاثنين عملتوا ليه لا مصايب بره. كنت مسافر بره لا ما ماشي. عملتش حاجه. ماشي اتفقت على فلوس فهم من غير ما اقول العمله، تمام. فهم ترجموها هنا وانا ترجمتها هناك وخلصت الشغل حزن يعني موقف محرج ووحش وبيضحك ويعيط كل حاجه والله. هنسال بقى كام سؤال كده يلا نسال نبدا من الاول. يلا يا جماعه نبدا كنا بنسخن. نسال كام سؤال. كام هي سؤال؟ الحلقه نازله في السينمات امتى؟ يلا بقول عشان هنبدا. خلصنا هزار يلا بقى نبدا بقى برنامج بقى. كنا بنبريك الايس. ايوه يلا بينا. طيب كل حد في الفيلد بتاعه لا فيل دي انا نسيت ان انا كنت فيل. ما بيهزرش. انا بحسبه افيه والله. ده سؤال يلا بجد. يلا والله. يلا. ده الاسئله دي هتبقى احلى اسئله، خد بالك. والله عشان صح. فاكين اللعبه فكينا بتقول خلاص. اعمل دي يا جماعه فعلا كل كان جمهور المفروض يجي تبدأ بقى بيها والله. بتفك الواحد كده خالص بتفك. يلا والله بحسبه افيه برضه. يلا بينا. لا براحتك والله العظيم، ده احنا براحتنا، انا ممكن اقعد اسبوع. لا قول والله. والله. قول والله اصل هي كده هتضحك قوي دلوقتي، اي حاجه هتقولها هتضحك والله. اي سؤال. كل فيلد بيبقى والله لا تقول. يلا ماشي، لا كمل. خلاص والله. كل فيلد. ممكن اتسال وانا مغمض عيني؟ عايز انا هركز اكتر في الاجابه. طيب في الاخر كده يعني حابين تقولوا ايه للفريلانسر؟ ما بلاش. لا والله انا ممكن اقول ان ان عامه فريلانسنج في اي مجال، اصل الفريلانسنج ده في كل مجالات الدنيا ممكن حد يبقى في، اعتقد يعني فريلانس حتى يعني على المستوى الشخصي، على المستوى على المستوى لا، يعني على المستوى. فالظروف الفريلانسنج واحده على الناس مهما كانوا في مجالات مختلفه، فلازم ما يقعدوش يفكروا كتير ويحسبوها كتير في المستقبل، لان ده هيتعبهم جامد، يعني مرهق تفكير مرهق نفسيا، ويتبسطوا لان هي في الاول وفي الاخر بتبقى في عنصر يعني ان انت بتبقاش عارف كده هي لعبه، البيتش دي هتاخدها ولا لا، الناس دي هيعجبهم شغلي ولا لا، انت كانك بتلعب لعبه كبيره جدا والله. لو خدناها بالروح دي والسهوله دي الدنيا هتبقى زي الفل. انا رايي برضو هو يعني لازم حته الصبر دي، عشان انت فعلا زي ما بتقول انت ممكن تقعد 10 سنين بتعمل حاجات كتيره قوي ما تعملكش
ربع الحاجه اللي انت بتحلم بيها، وممكن حاجه صغيره قوي انت مش عامل لها حساب ولا كنت واخدها بجد هي اللي توديك في حته تانية خالص. واهم من ده بقى كله ان الناس تبقى يعني ايه من هنا كده تبقى نضيفة تفرح شوية للغير، عشان لازم تفرح لغيرك، عشان في ناس لأن- ممكن بيجرى لها حاجات لما مش عارف. والله لان انا مش بتكلم على الفريلانسنج- مستوى ان انا اعرفهم على فكره يعني، مش بتكلم الحمد لله ما بحتكش اصلا بيهم بس قصدي انه في ناس هو الفريلانسنج بيبقى فيه عنصر الكومبيتيشن جامد، فلازم تفرح لما حد غيرك ياخد حاجه. انت لما فريلانس انت مش شركه، انت بني ادم، فممكن انت وصاحبك اللي في نفس المجال تبقوا مرشحين لنفس الحاجه، ده وارد جدا، فطبيعي هيختاروا حد، وهي لعبه كلها بالحب وبالهزار تمام. طيب شكرا يا جماعه، احنا اتبسطنا. يلا نبدا بقى ولا ايه؟ نبدا بقى. انا انبسطت جدا، وبجد مقر ايجي بنك اللي في وسط البلد انا حاسه كانه بيت ليا، يعني انا اعتقد ان انا هاجي الصبح اسحب رقم وافضل قاعد افطر هناك. شكرا. شكرا شكرا. شكرا. جماهير